قالوا الناس زمان اللسان بلا الجام كيطيح مولاه في الظلام. هذه قصة واحد الأستاذ اللي خانته الفهامة وطاح في الندامة. الحكاية كتقول كانوا 3 رجال محكوم عليهم بالإعدام، فقيه وطبيب وأستاذ. جا دور الفقيه طلع للمنصة، دعا الله وغمض عينيه، الحبل وقف، قالوا هذه معجزة، هاد السيد بريء، طلقوا سراحو. من بعد جا دور الطبيب دار نفس الشيء، الحبل وقف، قالوا حتى هذا بريء ومشى بحالو. جا دور ديال الأستاذ طلع للمنصة، شاف الحبل وابتسم وقال ماشي معجزة اللي وقعات، غير عقدة في الحبل تزادت وتعقدات، ولا تحلات بالصبر ترجع الأمور كيف كانت. حلوا العقدة، خدم الحبل، وفي لحظة سالت الحكاية. ولا سولنا علاش مات، ماشي الحظ اللي غدرو، ولكن لسانو خانو، حل بلسانو عقدة الحبل وفي ناحيته بكلامو. ندير لساني 100 الجام والجام، حيت كاين الكلام يصغر وكاين السكات يوقر. قالوا الكلام فضة والسكات ذهب، حيت لسان يبني ديار ويقدر يهدمها في نهار، يجيب البلا والعار ويوصل حتى للنار. الله ينجينا وينجيكم من عثرة لسان، ويجعل كلامنا ديما ميزان وقلوبنا في الأمان، ويحفظنا من كلمة تخرج بلا حساب تعيشنا الهم والغم وتشربنا غير المرار. كانت هذه هي الحكاية، وفيها ليا وليكم كفاية. وانتوما واش متفقين معايا على هذا المثال اللي كيقول رد البال لسانك قبل ما يجرك المهالك؟ كتبوا لي اراكم في التعاليق وخليوا الحكمه تدوز بيناتنا. كانت معكم فاطمه امان، نتلاقاو في فيديو جديد باذن الرحمن.